انت متخيل حضرتك ان المادة اللي انت شايفها دي الكيلو منها بيعمل في حدود من 120 ل 130 جنيه، واستخدام واحد فقط. النهاردة بإذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نعمل المادة دي. الكيلو منها هيعمل 15 جنيه، ومش استخدام واحد بس، لا، هيكون معانا 3 استخدامات للمادة دي، وبطريقة جامدة جدا وبطريقة سهلة. وهنشوفه مع بعض بإذن الله. النموذج اللي معانا ده هننفذ عليه الفكرة دي. في الأول قبل ما نبدأ تعالوا بينا نصلي على حبيب وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، وندعي لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم على الكيان المحتل. أول حاجة بنجيب معانا كرتونة، أيا كانت بقى الكرتونة دي حضرتك ممكن تستخدمها. بعد كده بنبدأ نعزلها من بره علشان الكرتونة دي طبعا من الكرتون. تمام، فبنبدأ نعزلها بالسلوتيب أو باللاصق اللي هو البلاستيك. طبعا زي ما احنا متعودين ان اي مادة احنا بنتكلموا عليها بنعمل نموذج علشان نجرب عليها المادة. بعد كده بنجيب معانا شوية مية، بعد كده بنحط عليهم شوية جبس. مهم جدا ان انت تحط جبس، ما تحطش اسمنت ابيض، هقول لكم ليه دلوقتي. طبعا دي الطريقة الصحيحة ان انت تخلط الجبس. بتحط المية الاول، وبعد كده بتبدأ تحط الجبس بتاعك، تبدره كده او ترشه بحيث ان هو يغطي المية. وبعد كده بتسيبه دقيقتين بالظبط او 3 دقايق، وبتبدأ ان انت تقلب. تمام. بعد كده بحط الخليط اللي احنا عملناه، خليط الجبس، بحطه في الكرتونة، وببدأ ان انا ارج الكرتونة كده واحدة واحدة بحيث ان انا اخليها كلها تاخد من جوه. مهم جدا يا جماعة تاخدوا بالكم من القوام اللي انا عامله ده، علشان لو بقى سائل اكتر من كده ممكن هيأثر على الكرتونة ويخليها تطرى خالص. طيب انا عملت هنا جبس، ما عملتش اسمنت ابيض ليه؟ لان الجبس بيشد بسرعة وبيشك بسرعة، فبالتالي مش هياخد وقت كتير زي الاسمنت الابيض، فبالتالي هيحافظ على الكرتونة. ببدأ بعد كده بعمل المرحلة دي، بعملها 4 مرات أو 5 مرات بحيث إن أنا أعمل تخانة حوالي سنتي إلا ربع. تمام، أو سنتي، التخانة تبقى كويسة جدا زي ما احنا شايفين. مهم جدا إن انتوا تظبطوا القوام بتاعكم علشان ما تاخدش منكم كتير، يعني ما تاخدش وقت كتير. بعد كده اتبقى مني شوية اسمنت كان عندي اللي هو القالب السيليكون ده. ابتديت ان انا اعمل اصب فيه اللي هو الجبس. طبعا اللي عايز القوالب اللي موجودة في الفيديو يسيب لي كومنت وهسيب له العنوان ان شاء الله. بسيبها تنشف، طبعا مش بتاخد وقت خالص، بتاخد ما يكملش ربع ساعة، وبعد كده بتنشف. هنا برضو القالب السيليكون ده ابتديت ان انا استخدم الوردة اللي احنا شايفينها دي، فبرضو كان باقي شوية جبس فعملت بيها الشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن تعمل الورد، وممكن تعمل الحاجات اللي في القوالب دي تعملها بالاسمنت الابيض عادي مفيش مشكلة، او بالاسمنت الاسود مفيش مشكلة. لكن اهم حاجة الكرتونة اللي قلنا عليها تتعمل بالجبس. بعد كده بنسيبها تنشف براحتها، يعني حوالي ساعتين 3، وبعد كده بنبدأ ان احنا نفكها من الكرتون بتاعها. مهم جدا تعزلوها يا جماعة بالكرتون او بالسلوتيب او باللصق اللي هو البلاستيك، علشان تعزل زي ما احنا شايفين اهو. طبعا بعد كده بنضفها خالص، بتطلع بنفس الشكل الجميل ده، وكده بتكون جاهزة للشغل اللي معانا. خدوا بالكم في خطوة مهمة جدا يا جماعة، وهي انك تسيب الجبس كله ينشف. سيبه ينشف يوم كامل. تمام. في الشمس او في الهواء مفيش مشكلة، لحد ما يفرغ المية اللي فيه. اوعى في اي وقت من الاوقات تعمل نموذج من الجبس وتشتغل عليه تلوين او تشتغل عليه من غير ما ينشف خالص وفرغ المية اللي فيه. لانك انت لو عملت كده الدهانات بعد كده بتبدأ ان هي بعد فترة صغيرة ما يكملش اسبوعين 3 بتبدأ ان هي تعفن، وبعد كده بتبدأ الدهانات تفك منه وتقع على طول. فلازم يفرغ المية اللي فيه، وتحس ان الجبس بدأ يخف او النموذج اللي معاك بدأ يخف خالص. بعد كده بستخدم المادة اللي معانا اللي احنا قلنا عليها، طبعا هوريكم المادة بتتعمل ازاي دلوقتي. بستخدمها ان انا بلزق القطع دي. المادة اللي معايا اول حاجة هنبدأ ان احنا نلزق بيها الشغل. المادة دي يا جماعة بتستخدم لاصق، بتستخدم عازل، وبتستخدم تلميع. تمام. كنت نزلت فيديو قبل كده علشان خاطر الناس تبقى عارفة، كان بالمذيب بتاع اللاكيهات. النهاردة هيكون بمادة تانية خالص، وإن شاء الله تكون مادة متواجدة عند الكل وما يكونش فيها أي صعوبة بإذن الله.
زي ما انتوا شايفين بلزق الجزء التاني. بعد كده برضو اخدت الوردة اللي انا عملتها وابتديت ان انا الزقها بالنص. النموذج ده يا جماعة للتوضيح لامكانيات المادة، عشان دي تجربة، فاهمني؟ فانت ممكن تعمل تشتغل بالمادة بأي حاجة بقى انت عايزها، تقدر ان انت يعني تولفها على اي حاجة او تشغلها في اي حاجة، مش شرط ان انت تعمل نموذج زي ده. عايز اتكلم في حاجة مهمة جدا يا جماعة، ان المادة دي تنفع كفكرة مشروع صغير. خدوا بالكم، بإذن الله بإذن الله في وقت قريب هعمل فيديو دراسة جدوى مصغرة، ازاي ان انت تقدر تصنع المادة دي وتقدر ان انت تسوقها بكل سهولة، وان شاء الله بإذن الله الكل يستفيد، وربنا يا رب يجعلنا يا رب يعني سبب لفتح ابواب رزق للناس. زي ما انتوا شايفين هنا ابتديت ان انا استخدم اللون الاسود، ودهنت الشكل كله، دهنت الارضية، دهنت القطع، دهنت كل حاجة باللون الاسود، حتى من الداخل برضو دهنتها لحد النص باللون الاسود. بعد كده جبت اللون اللؤلؤي، ده اسمه لون لؤلؤي مائي، تمام. وبعد كده ابتديت ان انا اخفه على الفرشة على قطعة كرتون، وابتديت ان انا اخد الشكل كله. ده طبعا الفينش بتاعي، حبيت ان انا اعمل فينش خفيف كده علشان خاطر برضو ما يكونش فيه شغل كتير. حابب برضو ان انا اقول على حاجة مهمة جدا جدا لازم تاخدوا بالكم منها، ان المادة دي يا جماعة مش بتنفع تلمع الالوان الزيتية او الالوان بتاعت اللاكيه، هي الالوان المية بس. تمام. انا هنا استخدمت البنزين، ولكن خدوا بالكم مش البنزين العادي، لا انت بتستخدم البنزين ال 92. في فرق كبير جدا بين البنزين ال 80 والبنزين ال 92. ده اللتر منه بيعمل حوالي 15 جنيه. آه، ده ممتاز جدا يا جماعة. التاني ال 80 بيسيح الفل، ولكن بيعمل تكتلات، خدت بالكم؟ لكن ده بيسيحه، وهتشوفوا المادة دلوقتي عاملة ازاي. بيسيحه، بيخلي المادة يا جماعة عاملة زي المرهم كده، او بيخليها مادة عاملة زي هتشوفوها دلوقتي، يعني بتكون زي الورنيش، بتكون مثلا زي اللميع. بتكون مادة هتقدر تستفاد بيها بشكل كبير جدا جدا جدا. اه يا جماعة شوفوا القوام عامل ازاي. ده الفرق يا جماعة بين اللي هو الشغل بالتنر، تمام، او بالبنزين 80 وبنزين 92. اهو شايفين المادة عاملة ازاي. دي تقدر زي ما قلنا تستخدمها كعازل ضد المية، والحاجة التانية تقدر تستخدمها كتلميع تلمع بيها اي حاجة. اهم شيء يكون الارضية بتاعتك الوان مائية. الحاجة التالتة ان انت تقدر تلزق بيها اي حاجة، تمام. وزي ما انتوا شايفين اهو، ده طبعا انا لزقت بيه القطعة دي، وبسم الله ما شاء الله ماسكة زي الحديد. وابتديت بعد كده ان انا المع بيها اهو. اهو يا جماعة ورنيش خطير. الورنيش ده يا جماعة بيعمل طبقة، تمام، عاملة زي الريزن كده، مش زي الورنيش الشفاف او زي البوليستر، لا اقوى من الكلام ده كله. طبقة بتكون شفافة جدا، وبيعمل الطبقة دي يا جماعة بتكون زي الزجاج بالظبط. هنشوفه دلوقتي في الفينش، حاجة قمة الجمال. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ودعوة حلوة منكم. اهو يا جماعة، طبعا بتدهن بالفرشة. لو عندك ممكن تستخدمه كمان تدهنه بالموتور، لو اللي هو الكمبروسر، مفيش اي مشكلة، ولكن هتخففه شوية. شايفين يا جماعة النموذج بعد ما خلص تحفة. تحفة. هعمل لكم زوم دلوقتي وهتشوفوا اللمعة عاملة ازاي. طبعا هو اللمعة مش بتبان في الالوان دي بشكل كبير، تمام، ولكن على الحقيقة اقسم بالله تحفة. حرفيا المادة دي يا جماعة مادة خطيرة، استخدموها وعلى ضمانتي، تمام. ويا ريت تسيبوا لي كومنتات اللي استخدم المادة دي او المادة شبيهة، يعرفني في الكومنتات. فكرة ممتازة، ان شاء الله بإذن الله تستفادوا، وربنا يوفق الجميع يا رب. اهو شايفين، بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك الجميل لو عجبكم الفيديو، وتصلوا على حضرة النبي، وتدعوا لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم على الكيان المحتل. واشوفكم يا رب في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.